هاد خينا هذا سميتو هشام جيراندو. انا بديت تحت من الصفر، انا ضاربت باش نوصل للصفر. المتلقي عامة يعني كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كيفاش كيمكننا نفرضوا عليه الافكار ديالنا. حكمت المحكمة حضوريا. في السنوات الأخيرة عرفت كندا تنامي كبير وملحوظ في الجرائم الإلكترونية، خاصة التشهير والابتزاز الرقمي اللي ولاو ظواهر خطيرة ومقلقة في زمن كتعرف فيه التكنولوجيا تطورات سريعة بشكل يومي. والضحايا ديال هاد الجرائم يقدروا يكونوا مواطنين عاديين كيف ما يقدروا يكونوا سياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات عامة. التشهير الإلكتروني والابتزاز الرقمي اللي هما أصلا جرائم مرتبطة ببعضياتها ولاو فعلا من أبرز أشكال الاعتداءات السيبرانية اللي كتدق ناقوس الخطر، ماشي غير في كندا وإنما في العالم بأسره. ولكن أخطر ما كاين في الأمر في هذه السنوات الأخيرة هو أن هذه الجرائم ولات كترتكب باسم حرية التعبير وشعارات سياسية بحال المعارضة ومحاربة الفساد. بعض الافراد الكنديين وحتى غير الكنديين خصوصا المهاجرين او اللاجئين ولاو كيستغلوا مساحه حريه التعبير في كندا باش ينشروا شائعات واخبار مغلوطه كتستهدف سياسيين ومسؤولين حكوميين سواء ديال كندا او ديال دول اخرى، ودائما تحت غطاء المعارضه ومحاربه الفساد. في كندا كاين امثله كثيره على قضايا من هذا النوع اللي كانوا الضحايا ديالها سياسيين ومسؤولين كنديين حكوميين ومنتخبين وحتى مؤسسات سياديه بحال الامن. الملاحظ في القضايا اللي طلعنا عليها في الصحافة الكندية أن الناس اللي متابعين فيها وخصوصا بالتشهير يا إما كتلقاهم صحفيين أو مدونين أو حتى نشطاء سياسيين، وبالنظر لصفاتهم وخلفياتهم وبعيد على واش كانت عندهم سوء النية أو داروا أخطاء مهنية حيث ما تحققوش من داكشي اللي نشروه. بعيدا على هذا الشيء كيبان أن الأمر منطقي في حدود هذه الصفات، يعني صحفيين ومدونين إلى آخره. ولكن شنو اللي غيخلي مثلا واحد كيقدم راسو رجل أعمال ومستثمر كبير وناجح بكندا اللي ما هو صحفي ما هو مدون ما هو سياسي ما هو حقوقي أنه يبقى ينشر عشرات الفيديوهات تشهيرية يوميا تحت غطاء محاربة الفساد؟ واش كاين شي رجل أعمال ناجح عنده الوقت لهذا الشيء أو حتى مصلحة في هذا الشيء؟ والهضره هنا طبعا على هشام جيراندو، واحد من الاسماء البارزه في عالم الجريمه الالكترونيه في كندا واللي ارتبط الاسم ديالو في السنوات الاخيره بقضايا كتتعلق بالتشهير والابتزاز والنصب والاحتيال. جيراندو كان ومازال كيقدم راسو نموذج ديال المهاجر الناجح اللي يقدر يولي رجل اعمال ويدير عشرات الشركات. هادشي كيعني ان البيزنس من المفروض انه ياخذ كل وقته، ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى. صراحه حوايج هما الواقع ما كيقولش فقط ان هذا السيد ساكن صباح وعشيه في مواقع التواصل الاجتماعي كيحترف التشهير والابتزاز، الشيء اللي كيطرح اكثر من علامه استفهام على حقيقه المشاريع التجاريه ديالو. ولكن الواقع كيقول خصوصا بانه ما بين 2023 و 2024 فقط القضاء الكندي صدر احكام ضد هشام جيراندو في 3 ديال القضايا كتتعلق بالتشهير ونشر معطيات زائفه. هادشي بلا ما نهضروا على قضيه اخرى جنائيه كتتعلق بالتهديد بالقتل واللي حتى هي مرتبطه بادعاءات تشهيريه استهدفت واحد القاضي مغربي، وقضايا اخرى متابع فيها في المغرب ديال النصب والاختلاس وخيانه الامانه. فشكون هو هشام جيراندو؟ واش بصح هو رجل اعمال وعنده شركات ناجحه، ولا الامر كيتعلق بنصاب محترف قلبها معارضه من مور ما تبين ليه باللي غارق حتى الودنيه في قضايا النصب والاحتيال اللي تورط فيها سواء في المغرب او كندا؟ هادشي اللي غادي نعرفوه بالتفاصيل بدلائل وحقائق صادمه ووثائق مثيره على الانشطه المشبوهه ديالو. بقاو معنا. أصل الحكاية: المكان رباط الخير، إقليم صفرو، الزمان 1976. هنايا في مدينة رباط الخير هرممو سابقا بإقليم صفرو، هنا فين تزاد هشام جيراندو أو هشام جريندو سنة 1976 حسب شهادات عدد من الناس اللي كيعرفوه أيام الشباب اللي رفضوا يبانوا بوجه مكشوف. هشام جيراندو كان معروف عليه التقنبيل والكذوب، داكشي علاش كانوا كيلقبوه بهشام قنيبيله. وحسب نفس الشهادات اكدوا ان جيراندو ما كانش راضي على حياته ولا على الوضع الاجتماعي والاسري اللي كان عايش فيه، وهمه الاول اللي كان عنده هو كيفاش يدير فلوس صحيحه في وقت وجيز بلا ما يضرب تماره في القرايه والخدمه. وهذا هو السبب علاش ما كملش الدراسه الجامعيه ديالو اللي كان دايرها في شعبه الادب الانجليزي بجامعه سيدي محمد بن عبد الله في فاس، حيث غادي يقرر يهاجر في بدايه الالفينات، ولكن ماشي لاوروبا كيف غيظن البعض او كيف كانوا كيديروا بزاف ديال الشباب في ذاك الوقت. لا،
هشام جيراندو اختار وجهه واحده اخرى، اختار ليبيا. كيف ما سمعتوا، ليبيا. جاتكم غريبه شويه ياك؟ ما غريبه ما والو. جيراندو ما دارش هذا الاختيار بشكل عشوائي ابدا، وانما حيت كان عارف مزيان اش كيدير، وكان عارف من اين تؤكل الكتف، والتشلهبيت كانت فيه من زمان وبالفطره. ولكن كيبقى السؤال مطروح، علاش ليبيا؟ ليبيا بوابه جيراندو نحو عالم الاجرام. المكان ليبيا، الزمان بداية الألفينات إلى 2003. ليبيا في هذا الوقت، يعني في بداية الألفينات، كانت كتعتبر منفذ رئيسي للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهذه الظاهرة وصلت الذروة ديالها في ذاك الوقت لعدة عوامل، من أبرزها تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية في إفريقيا جنوب الصحراء، وتداعيات قضية لوكيربي في التسعينات اللي أدت إلى فرض عقوبة دولية على ليبيا، الشيء اللي خلى ليبيا تولي منفذ أساسي للهجرة غير الشرعية، وبدات شبكة التهريب كتشكل بشكل أكثر تنظيما في هذا الوقت، حيث استغلت ضعف الرقابة الحدودية والموقع الجغرافي للبلاد. وولات ليبيا واحدة من أكبر نقاط انطلاق الهجرة غير الشرعية لأوروبا، خاصة نحو إيطاليا ومالطا. شبكة التهريب تطورت تما بشكل كبير، وبدات كتستخدم طرق أكثر تنظيما عبر الحدود البرية والصحراء الليبية وعبر البحر المتوسط. في هذا السياق وفي هذه الظروف بالضبط فين بدات أولى تجارب هشام جيراندو مع النصب والاحتيال والإجرام العابر للحدود. جيراندو استقر في البدايه في طرابلس، تما فين نسج اولى العلاقات ديالو مع مجموعات محليه مسؤوله عن اداره شبكات تهريب والتزوير، قبل ما يولي عنصر فعال في شبكه تهريب المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، وكان كيشارك في تنظيم رحلات المهاجرين الى اوروبا عبر البحر المتوسط مقابل مبالغ ماليه اللي كانت كتراوح ما بين 900 و1000 يورو، وكان كذلك كينسق عمليه تزوير الباسبورات الحراقه. المغامره ديال جيراندو في ليبيا ما غاديش تطول بزاف بسبب تدخل قوه دوليه في مراقبه التهريب والهجره غير الشرعيه اللي وصلت الذروه ديالها ولات كتشكل تهديد حقيقي لاوروبا في ذاك الوقت، وهذا الشيء طبعا اثر على النشاط الاجرامي ديالو، ودفع جيراندو يرجع للمغرب في 2003، وهي السنه اللي وقعت فيها ايطاليا مذكره تفاهم مع ليبيا في يوليوز باش يواجهوا الهجره غير الشرعيه، الاتفاقيه اللي ضمنت تقديم مساعدات فنيه ومعدات لمراقبه الحدود، طبعا بالاضافه الى فرض عده قيود وشروط على ليبيا باش تحارب هذه الظاهره. ولكن قبل ما نكملوا حكايه جيراندو من الرجوع ديالو للمغرب، لابد ما نطرقوا لواحد الكذبه من الكذبات المقنبلين ديالو على اياماته في ليبيا. جيراندو في واحد من الفيديوهات ديالو اللي كيزفط فيهم انا عباد الله قال باللي فاش كان في ليبيا كان خدام استاذ خاص ديال ولاد خو الرئيس الليبي في ذاك الوقت معمر القذافي، وكان مكلف يقريهم اللغه الانجليزيه. فاش كنت انا في ليبيا كنت عايش في واحد لاكلاس بعيده عن الشعب بزاف، تخلطت مع العائله ديال القذافي يا الحمار، وكنت كنقري ولاد خوه. والسؤال الحقيقي هنا هو ماشي كيف يعقل العائله حاكمه بلاد سمحات في كاع الاطر الاكاديميه اللي كاينه في البلاد خاصه الاجانب، واختارت جيراندو تحديدا باش يقري ليها ولادها واللي هو اصلا مشى مقرد كمهاجر ليبيا. والسؤال عاوتاني ماشي هو كيف يعقل يكون جيراندو استاذ ديال ولاد عائله كتحكم البلاد وهو اصلا ما كملش حتى قريته وما عندوش شهاده جامعيه، وانما السؤال الحقيقي هو كيفاش يمكن لينا نتيقوا باللي جيراندو كان كيقري ولاد خو القذافي والقذافي اصلا ما عندوش خوه حسب ما هو مثبت في الشجره العائليه ديالو، ومعمر الاعلام لا الليبي ولا الدولي يهضر على شي اخ ديال القذافي حيت بكل بساطه ما عندوش، وهذا دليل اخر على ان جيراندو كيتنفس بالكذوب. من ليبيا الى كندا، من الاتجار في البشر الى احتراف النصب والاحتيال وتبييض الاموال. هشام جيراندو من مور ما احترف النصب والاحتيال وعاش تجربه مثيره في عالم الاجرام في ليبيا وضاق فلوسه، جا رجع للمغرب في اواخر 2003 بعد ما ولات القضيه حامضه كيف شرحنا من قبل، وحيت السيد ولف تشلهبيت ما قدرش يبدا حياه جديده بالمعقول والحلال، واخا حاول يخدم في بعض المجالات التجاريه ولكن اللي فيه شي مهناه، داكشي علاش قرر تاني يرجع للنصب والاحتيال، ولكن هاد المره ماشي في الحريق وانما في مجال العقار. المكان كندا، الزمان 2009. جيراندو بعد ما نصب على عشرات ضحايا في مبالغ تجاوزات 50 مليون سنتيم قرر يهرب لكندا مع عائلته كمهاجر، واستغل التسهيلات اللي كانت كتقدمها كندا واللي مازال كتقدمها باش يبدا حياه جديده تماك، وطبعا كما هي العاده بالنصب والاحتيال، ولكن هذه المره على مستوى شويه عالي من التشلهبيت مقارنه مع داكشي القديم. وكأي نصاب محترف وبحكم ان التيران جديد عليه، جيراندو كان حريص على انه يدرس التيران مزيان هو الاول، عاد يعرف منين يبدا الحرفه اللي مولف بها، داكشي علاش في السنوات الاولى ديالو في كندا بدا يخدم خدمات عاديين باش يكتشف الحياه كيفاش دايره في كندا. 2009 وصلنا لكندا، فاش وصلت لقيت ثقافه اخرى، الناس اخرين، ولكن بدينا فريمون من تحت. خدمت في خدمات شنقول لكم اللي ديال 5 الصباح حتى المغرب الكحل حتى 7 العشيه، شي با بيان بيي. جيراندو بدا الخدمه في بعض محلات سوبر ماركت، ومن موراها خدم في شي شركه ديال الحوايج، وتما فين غادي يطيح عليه فكره يدير حتى هو شركه في نفس المجال. من مور ما عرف وتعلم بزاف ديال القوالب في مجال تاسيس الشركات، وغنشرحوا لكم علاش وبالدليل.
2013. جيراندو من مور الخدمه ديالو في شركه ديال الحوايج قرر يأسس الشركه ديالو سنه 2013 سميتها ليكيدا، واللي غادي يصفيها في ظرف 3 سنوات فقط بحجه الافلاس، من مور ما كان استفد من قرض بنكي مهم، وهي اللعبه اللي غادي يولي يديرها من بعد، بحيث اسس هو ومراته عشرات الشركات اللي تبين انها شركات وهميه فقط باش ياخذوا كريديات وكيديكلاري الافلاس ديالها من بعد. هذا التحايل على القوانين خلى جيراندو يستفد بين 2013 حتى 2023 من 30 قرض بنكي من مؤسسات مصرفيه مختلفه، منها سكوتيا بانك، اير بي سي ومجموعه دي جاردان. ولكن قبل ما نوصلوا ل 2023 لابد ما نتوقفوا في واحد العام مهم في مسار وحياه جيراندو، وهي سنه 2015، يعني بعام واحد قبل ما يصفي الشركه اللي هضرنا عليها، وهو العام اللي غتبدا فيه اولى الخطوات ديالو لعالم الابتزاز والتآمر ضد البلاد. في هذا العام عام 2015 جيراندو كان كيدير محاولات باش يتقرب من مسؤولين مغاربه في كندا باش يشري معاهم معرفه ويحاول يستغلهم باش يحل المشاكل ديالو اللي كان خلاه في المغرب، مشاكل ديال النصب والاحتيال. في هذا العام وتحديدا في يوليوز جيراندو كان نازل عليه واحد الحماس وطني غير مسبوق، لدرجه انه قرر يتطوع كاجون سيكوريتي في واحد الحفل كانت الغرفه التجاريه والصناعيه المغربيه في كندا منظماه بمناسبه عيد العرش، وشارك معاهم فيه كمتطوع، ولكن اللي فيه شي مهناه حيت استغل الفرصه باش يبيع المنظمين تيشيرتات ديال واحد البوتيك ديال مراته، يعني منها بريكول ومنها اجهار. المهم ما علينا، جيراندو استغل هذا الحفل باش يشارك فيه كرجل اعمال زعما، وفي نفس الوقت طلب من رئيس الغرفه التجاريه والصناعيه المغربيه في كندا عبد الرحيم خويي بابا انه يتوسط ليه باش يحل المشاكل ديالو في المغرب، حسب ما كان كشف عليه واحد التحقيق كان دارو الصحفي المغربي محمد المبارك. عبد الرحيم خويي بابا كان كيحسب ليه ان المشاكل اللي كانت عند جيراندو شي حاجه اداريه بسيطه، قبل ما يتبين ليه باللي السيد غارق في قضايا النصب والاحتيال، ومع ذلك اقترح عليه هذا المسؤول المغربي انه يرد الفلوس للناس اللي نصب عليهم ويتحل المشكل، ولكن جيراندو رفض وكان باغي يرجع للمغرب بلا ما يخلص لا ريال لا جوج وبلا ما يرجع الحقوق للضحايا ديالو. Girando n'a jamais été membre de la chambre de commerce. Girando, il est venu vraiment lui-même pour vraiment se présenter. هو شنو هو البروبليم؟ هو قال لي بانني واش يمكن لك تعاوني في واحد الحاجه باش ندخل المغرب. قلت شنو هو البروبليم؟ قال لي سميتو بالعربيه ما كنعقلش عليها مزيان، هذاك واحد اللي دار عباد الله فلوس في المغرب. قلت له الا كان نصب واحتيال ما يمكن لياش انا ندخل طرف اي حاجه ماشي على مش نتصل انا الشيخ وزير الداخليه ديال داكور. قلت له خلص عباد الله. وفاش رئيس الغرفه رفض يتجاوب معاه جيراندو تقلب، وولا باشهر قليله من مور حفل عيد العرش اللي كان كيسبح فيه بحمد الوطن والملك رجع كيسب البلاد ورموز البلاد في الحساب ديالو على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجروبات ديال فيسبوك الى غايه 2018 وبدايه 2019. هذا العام فين غيعرف جيراندو طفره نوعيه في عالم التشرهيب ديالو، وغادي يوسع مجال انشاء الشركات الوهميه بشكل كبير. من 2018 الى يومنا هذا في هذا العام غادي يتعرف جيراندو على واحد رجل اعمال مزيف حتى هو سميتو بوريس تغولي، فرنسي من اصل روسي، حتى هو كيقدم راسو رجل اعمال كبير في كندا، ولكن في الواقع تبين باللي حتى هو عنده بزاف ديال الاعمال المشبوهه كتتعلق بشركات وهميه اللي كتستخدم في غسيل الاموال، وعلاقات مشبوهه مع مافيات خطيره في مجال النصب والاحتيال والتلاعب بالبطاقات المصرفيه وتزوير المستندات وغسيل الاموال. ورجع جيراندو هو الواجهه ديالو في عده مشاريع الاحتياليه طبعا، الى جانب اشخاص اخرين اللي داير معاهم جيراندو شركه، بحال واحد السيد سميتو عبد القدوس فرجي اللي تبين باللي عنده شركه اخرى سميتها اوربيس ايميغراسيون اللي كيقدمها على انها وكاله لخدمات الهجره، ولكن اتضح بانها كتنصب على الناس وفيها بزاف ديال الدغل حسب ما بان في بزاف ديال المنشورات والتعاليق ديال الشباب اللي تضروا منها. وبالتالي باش يكون هشام جيراندو بالماضي الكحل ديالو في النصب والاحتيال داير شركه مع واحد اخر حتى هو متورط في النصب على الناس، فهاد الشيء ما يمكنش يكون مجرد صدفه. ودليل اخر على التنصب والتقنبيل ديال جيراندو هو انه من ضمن الشركات الوهميه الكثيره اللي دايرها واحد الشركه سميتها جوب سيت اللي كيدعي بانه نائب الرئيس ديالها وبانها شركه كتنشط في مجال الطيران، بينما هي في الواقع مجرد متجر خاص ببيع الاجهزه الكهربائيه ديال المطبخ. هاد
الشيء طبعا بلا ما نهضروا على شريكو الفرنسي الروسي اللي اصلا هو زعيم النصب والاحتيال كامل، اللي ولا بحال الظل ديال جيراندو طيله السنوات القليله اللي فات والى يومنا هذا، واللي بفضله موليه الشركات ديال الحوايج اللي دارهم كاسيتار بحال جينارو وجيراندو سويت، واللي الحوايج اللي كيتباعوا فيها هي سلعه جد رخيصه، كيجيبها من تركيا بابخس الاثمان وكيبيعها باضعاف المضاعفات في كندا. ومع ذلك جيراندو فشل في هذا النوع ديال التجاره، حيت كاع المحلات اللي كانوا عنده تسدوا بقى محل واحد، واللي كيبان من خلال كاع التفاصيل اللي ذكرناها لكم في هذه الحلقه انه مجرد ستار الاعمال مشبوهه ديال غسيل الاموال، خصوصا اذا استحضرنا التفصيله اللي هضرنا عليها ديال تاسيس جيراندو لعشرات الشركات هو ومراته باش ياخذوا بها قروض ومن بعد كيديكلاريو الفايت. وبالتالي كيبقى اهم مجال اللي كيعرف ليه هشام جيراندو هو النصب والاحتيال. غير وكان كيف قلنا لكم في البدايه السيد ولا لاعب كبير، وهذه المره تحت غطاء النضال والمعارضه ومحاربه الفساد اللي لقى فيه جيراندو احسن وسيله باش يحمي راسو نسبيا طبعا، حيت هذا الشيء ما كيدومش. زيد عليها ان جرائم التشهير والابتزاز كيعاقب عليها القانون الكندي. هذا الغطاء المزيف ديال النضال ومحاربه الفساد مكن جيراندو يتحول من نصاب من درجه رجل اعمال مزيف الى مجرم الكتروني متسلسل من درجه مبتز، ودخلته القضاء الكندي من اوسع الابواب، اللي صدر ضده 3 ديال الاحكام ومازال عنده قضيه اخرى ديال التهديد بالقتل. وكيف قلنا لكم في بدايه الحلقه صعيب بزاف نتيقوا بان رجل اعمال بصح وناجح يكون في نفس الوقت ساكن في مواقع التواصل الاجتماعي صباح وعشيه كيهضر على كل شيء وفي كل شيء وضد كل شيء. وحتى اذا افترضنا جدلا اننا نتيقوا هذا الشيء فراه غادي يبقى السؤال المطروح، هو كيفاش واحد كيقدم راسو رجل اعمال ناجح بزاف وداير فلوس، وباللي هذا الشيء ديال النضال والمعارضه ومحاربه الفساد دايرو غير حبا في الوطن وباغي الخير للبلاد، وهو في نفس الوقت طلق السعيه في المنصات ديالو وكيطلب الدعم من لي زابوني. صعيب بزاف ماشي غير شويه نتيقوا باللي جيراندو كيحارب الفساد في الوقت اللي كشفنا لكم في هذه الحلقه التاريخ الاسود ديال الفساد ديالو، ولكن اللي مازال ما كشفناهش لكم هو المستوى الكبير ديال التشلهبيت اللي ولا كيلعبوا جيراندو باسم محاربه الفساد، والقضيه فيها شبكه اجراميه منظمه ديال الابتزاز داخلين فيها حتى بزنازه ديال المخدرات وشخصيات كتبغي تصفي حساباتها مع الدوله وكتستعان بالخدمات ديال جيراندو. معطيات مثيره وحقائق صادمه ودائما بالدليل غادي تعرفوها في الحلقه القادمه على النشاط الالكتروني الاجرامي ديال جيراندو، كيفاش كيخدم، كيفاش كيبتز، وشكون مخدم معاه وضد من، وكيفاش كيتقاضى الفلوس، كيفاش كيستهدف المؤسسات ديال البلاد ولصالح من. والاخطر من هذا الشيء كامل هو التحول الخطير اللي وقع على نشاطه الاجرامي من مور دخول المخابرات الجزائريه على الخط ولات كتوظفوا لصالحها في بعض الملفات. هذا الشيء اللي غادي تعرفوه في الحلقه القادمه، فبقاو ديما على القرص مع حكايه مجرم الكتروني متسلسل من درجه مبتز سميتو هشام جيراندو.